يشهد الله وفلتشهد غزة بأنني لم أبع القضية، واخواتي اللي مشاو معايا في القافلة ما باعوش القضية. اليوم 300 واحد ولا بريسك قريب 400 تحولنا إلى مصراتة وخذينا قرار باش نرجعوا. كلمني طفل صاحبي ليبي نعرفه عندي عامين، قال لي محمد راهو لازمك ترجع خويا، وإذا قدرت باش ترجع معاك شكون ولا تعلم شكون ارجع ارجع ارجع. راهو مستحيل باش يخليوكم تتعديوا لاخوانكم في غزة. امور قانونية. انا اخويا نحب نوجه ميساج ورسالة للليبية، للبعض منهم وللحكومة الليبية ولحكومة حفتر. احنا في تونس كي جيناكم الغادي فليعلم حفتر وميليشيات حفتر بأنه لا يوجد قانون مع القضية الفلسطينية. لا يوجد قانون مع القضية الفلسطينية. احنا توانسة في مخاخنا كيكا ما فماش قانون مع القضية الفلسطينية. بالنسبة للقرارات اللي خديناها اللي تحولنا لمصراتة، نحكي على المجموعة اللي تحولنا لمصراتة، سوف تتم المغادرة باش نغادروا ليبيا ان شاء الله بعد ساعتين من الان. وفليشهد الله نعاود اللي ما خليني نروح ونخلي اخواتي الا ما بالحق ظروف قاهرة. عندي امي الله غالب، انا نحكي من بلان بيبليك، عندي امي من نجم نعانيها ونقيم بها كان انا وحدها في تونس. وصل لي شكون اللي تعبت وبقات متحيرة، لكن نورمالمون ان شاء الله باذن الله يوم 20 هذه وصلني من معلومات فما قافلة اخرى باش تتحرك باكثر تنظيم وباكثر حزم. وادعو الى خويا مظاهرات في تونس مساندة للقضية الفلسطينية. عاشت فلسطين. ونحب نقول راهو خويا عليه مازال في الحبس، عليه مازال في الاعتقال، عليه تونسي مازال في الاعتقال، وحد ما تكلم عليه توا ابار في الانترنت لا حكومة لا وزارة خارجية لا حد ندد بالاعتقال متاع عليه خونا تونسي. هذه مجرد قافلة إنسانية وعملت هكا وحركة شعوب كاملة، فما بالك بوحدة وطنية راهو مفتكة بالقوة يسترد بالقوة. اليوم إن شاء الله يا ربي تستجاب لي وحدة عربية، لازمنا وحدة عربية وبإذن الله نصر قريب. وآخر الفيديو نحب نقول تحيا تونس وأفتخر إني تونسي. عاشت فلسطين. للتوضيح 300 اللي باش نرجعوا ماهيش خسارة وليست هزيمة، بل بداية نصر. ولنا عودة إن شاء الله يوم 20 بإذن الله السميع العليم. لنا عودة وإن عدتم عدنا. الله أكبر وتحيا فلسطين للمرة الألف.